بالنسبة حق الأسطورة ماجد عبد الله، يختلف عن اللاعبين اللي السابقين. أنا كنت أساهم في دخول لاعبين النادي المئوي، طبعا من عمان ومن قطر والبحرين ومن الكويت أيضا. ساهمت في الاتصال بالفيفا، ملفاتهم وإعدادهم. لكن ماجد يختلف لأن ماجد هو أيضا في النادي المئوي، لكن لاحظت أن هناك معلومات غير دقيقة وغير صحيحة في سجل الفيفا. فأول عملية طلبت الملف الرئيسي له عبر المصادر، فوصل لي أنه هو 116 مباراة، أيضا 71 هدف. كان رقم قليل ماجد اللي خلاني أشك أن العملية فيها شيء. بديت طبعا مثل ما قلت التوثيق الرياضي هني دخل له دور، لأن الداتا والمعلومات كلها تخزنها ثم تطلب هذه الداتا وتكون سهلة عندك. يعني عملية ماجد عبد الله خلال البحث ما طول مني أكثر من 24 ساعة. وجدت أن هناك 20 هدف لم يعتمد الاتحاد الدولي في سجله، أيضا 10 مباريات ناقصة مو مسجلة لأسباب متعددة. أيضا كان في 5 مباريات غير معتمدة، يعني كان مجموع 15. 5 مباريات هذه طبعا غير معتمدة لعدم تطابق المباريات الدولية. فوصلت إلى اللاعب ماجد عبد الله تقريبا وصل اللي هو 91 هدف و126 مباراة دولية. من أبرز انعكاسات التقرير اللي بعثته الاتحاد الدولي اليوم أن ماجد كان ضمن 30 هداف في العالم. الآن إذا وصل إلى 91 هدف طبعا راح تتغير الحسبة، راح يكون ثاني هدافين العالم بعد علي داي الإيراني 109 مباريات. راح يكون اللي هو ماجد عبد الله في المركز الثاني برصيد 91 هدف، ثم يأتي مع بوشكاش 84 هدف. هني يكون كسر رقم بوشكاش. يمكن آخر إحصائية مجلة سبورت إسبانية كانوا ذاكرين أن ماجد من أفضل 30. أيضا راح يكون ماجد عبد الله هو هداف العرب التاريخي، لأنه راح يوصل 91، راح يكسر رقم بشار عبد الله اللي هو 75 هدف، طبعا باعتبار أنه هدفين ملغيين 77. فهو راح يصير هداف العرب التاريخي، لا يعني ما في هداف وصل للرقم هذا. فأتمنى إن شاء الله الاتحاد الدولي، أعتقد اليوم الأحد إجازة، لكن بعثت حق المصادر اللي هم يمكن وصلهم الحين، فراح يدققون، راح يعطوني خبر يمكن بأسرع وقت. ماجد عبد الله لاحظت غياب عدة أهداف منه. يمكن كان يذكر أن ما أتذكر أول هدف اللي مسجل بالفيفا، لكن وجدت أن بدأ سنة 78 في كأس الصداقة الدولية بالسعودية أمام باكستان. أول مباراة سجل هاتريك، وهذا نادر. باكستان كان 6-0 انتهت للسعودية. في كينيا أيضا سجل هدف في الدورة نفسها، ثم انتقل للعب في آسياد 78. أول هدف رسمي كان ضد قطر في آسياد، أيضا الاتحاد الدولي غفل هالنقطة هذه. أثناء حرب الغزو اللي في الخليج سنة 90 كان المنتخب السعودي يعسكر في سنغافورة استعدادا لأسياد الصين. لعب مع المنتخب السنغافوري وفاز 3-0. سجل ماجد عبد الله هدف في هذا المباراة، لكن لكون انشغال العالم وبالأمور الأحداث الاتحاد السعودي سهل عن إرسال بطاقة هذه المباراة اللي مو مذكورة لحد الحين. أيضا لا ننسى أن ماجد لعب أمام منتخب نهائي كأس العرب سنة 92 أمام منتخب مصر، ولكن هذه المباراة لم تعتمد لكون المنتخب المصري لعب الفريق الأولمبي، وبالتالي الفيفا أكد أن هذه المباراة غير دولية. أيضا هناك مباريات لعب أمام فنزويلا، هذه الاتحاد السعودي لم يرسل بياناتها. في مباراة اكتشفتها كانت أمام العراق ودية، سجل فيها ماجد عبد الله هدفين. في مباريات كانت في تصفيات كأس العرب سنة 83 لعب المنتخب السعودي التصفيات، ولكن البطولة ألغيت للنهايات كانت في لبنان وتأجلت ل 85، وبالتالي هذه المباراتين لم يذكر له أي أرشيف أو إحصائيات. كثير من المباريات ليس لماجد عبد الله وإنما لنجوم كثيرين. أتمنى أني أتابعهم.
خلال التوثيق والداتا والمساهمات اللي قاعد توصل لي من الدول العربية، الكتب هذه كلها أهداف والفوائد اللي قاعد أجني منها من التوثيق الرياضي كمرجع رياضي في منطقة الخليج أو في منطقة العربية هنا في مكتبتي ومتحفي الموجود.